النهاردة هنقول 7 أسرار عن اللغة القبطية. السر الأول إن اللغة القبطية بتمثل مرحلة الرابعة لتطور اللغة المصرية القديمة من الأسرة ال18 في خلال عصر الدولة الحديثة، وظهرت كلغة شعبية واللي مثلت فيما بعد مقدمة لظهور اللغة القبطية. السر الثاني، اللغة القبطية ما اخترعهاش الأقباط المسيحيين، اخترعها الأقباط المصريين، وما فيش أي ارتباط بينها وبين الدين المسيحي، لأن اللغة القبطية بدأت تأخذ الشكل المسيحي وتتكون في دخول المسيحية. واللغة الكنسية كانت في عهد البابا تيمتروس الأول الكرام، وهو البطريرك رقم 12 في تاريخ بطركة الكنيسة القبطية. السر الثالث، اللغة القبطية بتضم 24 حرف بالإضافة ل7 أحرف من اللغة الديموتيقية. السر الرابع، إن اللغة القبطية بترتبط باللغة اليونانية ارتباط وثيق، وخاصة في الاصطلاحات اللاهوتية اللي استخدمها المصري القبطي. السر الخامس، اللغة القبطية لها عدة لهجات، منها الصعيدي والبحيري والبشموري والفيومي، وده اللي هنعمله في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. السر السادس، إن الأنبا شنودة رئيس المتوحدين المسيحيين في آخر القرن الرابع الميلادي لعب الدور الأبرز في الحفاظ على اللغة القبطية، وهو مؤسس أديرة أخميم بشكل عام، وكان بيرفض التكلم باللغة اليونانية رغم إجابته التامة ليها، وكان بيتكلم اللغة القبطية خاصة لهجة إخميم اللي كان متحيز ليها جدا، واللهجة الصعيدية، وهو أول من نادى بتحرير مصر من المستعمرين، وإن المصريين لازم يرفضوا. السر السابع، بداية تحدث الأقباط باللغة العربية كان في العهد الأموي، لما بدأت فكرة تعريب الدواوين، ومعها بدأت الأقباط يتعلموا اللغة العربية، وإن الباعة كانوا في الشوارع بينادوا بضاعتهم باللغتين القبطية والعربية، وكمان عملوا تعريب للكتاب المقدس. كانت معاكم خوارزمية.